الأخ طالب الشيء قابلة. الأخ طالب؟ سوري يا الله، عاد احنا جالسين نقول الحمد لله القرية وجودها ما فيش حاجة ولا ما شغلة سيرتك يا ابني اسمه كما طالب هذا ذاكرته مفيرس، احيانا يكون يروح السوق ولا المسجد ما ادري ولا مكان ثاني، فقد يكون راح اي مكان وقال عندي تاكدوا منه. تأكدنا منه يا فندم. انا كم شيء عندي؟ الشيء عندك. كشين داخل هذا راسه كبير، ما اقول لك صلوا لي راسه عن جسده، اقول له دخلوا له بجهه اسمه طريقه افقيه، مشان الباب يلا. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هيا مقابلة يا طالب، من قاردعت في القرية اديت أقله؟ يعني ما تقدروا تجلسوا لكم 3 أيام 4 أيام أصحاب قرية مركوضة بدون ما ترتكزوا، لازم المشاكل، يعني نطلع الملفات، يلا هاتوا المحاضر، افتحوا الدفاتر، عقاؤوا، يلا بسم الله، يلا. صلي على النبي يا فندم، يعني لازم واحد ياتي القسم الله ومعه مشكلة؟ لا جيت مشى انت تحكي حقيقه. شوف انت هانا يا جاني يا مجني عليه، اعترف. الحمد لله يا فندم، لا جاني ولا مجني عليه. مالك يا طالب مالك؟ لحظه يا فندم بيرم، ما دام بالبكاء يعني قصه حزينه، اساعدك في الموسيقى التصويريه. لما انت تعرف يا فندم، ابي الله يرحمه مات في البحر، امي مات مقهورة عليه، واخواتي ماتوا كلهم بأثر شابيلة. يعني ما فيش معي بيت القرية أهل إلا انتم واصحاب القرية الطيبين. أنا مقطوع من شجرة يا فندم. مقطوع من شجرة؟ يه وسيم، ما تقولش الشجرة ديك اللي بركن القرية المقطوعة تبعهم؟ يمكن. واسي يا فندم، أنا راكن على الله ثم عليكم. أنتم أهلي وأزوتي وسندي يا فندم. خلص يا طالب، ولا اللي كنت أقول راسك كبير يعني ومليان، طلع كله كبير من شان أحزانك ومشاكلك، قطعني قصفني، خلاص شلاتي اعتبري مني خلاص. إيش أنا يا فندم؟ قليل ما أبوش والله حتى وسيمات حتى وسيم. إذا في حاجة ثانية تجي أي حاجة أنا بدي لك، اعتبرني أبوك يا طالب خلاص. تسلم يا فندم، لكن أنا ما جيت أشحت منكم. بالله؟ والله ها ما قلت أنا. أنا جيت عندكم يا فندم قاصدكم بخدمة. ما هي؟ أنا قررت يا فندم إن أنا أكمل نص ديني وأتزوج. كمل دينك يا رجال، كمل نص راسك، هذا روح صار لك دكتور يعمل لك عمليه تجميل ويصلح لك راس القلب، يكمل دين الزواج. أول حاجة يا فندم أكمل نص ديني وبعدين سهل أمراس. انت حر، المهم احنا مدخلنا احنا بالموضوع هذا. أشتيكم تشرفونا وتحضروا معي بيت أم عروسة. انت معروسه؟ او لو ما تجيش معك صاحبك اسمه الشيخ برقوق ولا خلاص ما ينفعش؟ الشيخ برقوق ما ينفعش يا فندم. ما ينفعش. تعالوا اصحاب القريه، تعالوا اسمعوا طالب ويقول على برقوق، خلاص ما ينفعش دحين. ها؟ احترم نفسك، هذا الشيخ برقوق شيخ كريد مركوضه. يا فندم افهمونا يا فنادم، صلوا على النبي. العروسة هي بنت الشيخ برقوق أيوش. علوش؟ ما تقولش علوش صاحب الموتور هذا؟ لا هذا عيوش بنت الشيخ برقوق. خطير يا طالب، وعد ناس بالشيخ برقوق بكله. يه والله ما طلعش بسيط يا طالب. ها؟ وراسك هذا الراس ما هوش راس من فراغ، حتى ذاكرة فرمتها بالاتجاه هذا، تخطط يا طالب. ها؟ يعني موافق يا فندم، تأتي معي؟ موافقين. المهم لا تنسيش الحلاوة ولا حركاتك بركاتك. من العين هذه قبل العين هذه يا فندم. شوصي الأنقابر يأتي بالحلاوة وأم مشبك وأم ملبنية وأم هريسة. يلا مع السلامة يا فندم. يلا مع